باوع بعين بحذر، بسرعة الضوى حجي وشوف انت سرعة الضوى، ومن عدا قيس اش كثر شايل لك بصدري، شايل بقد الضوى، شايل بقد الضوى، شايل بقد الضوى، لشخصك محبة وخوف، وشوف انت شنو الضوى، معناها هاي الخلق من حب ليك تشوف، من حب ليك تشوف، يا عالم مثل القمر، يا عالم مثل القمر، ومدري ايش وقت شل بيك وبعد ما عوم، بيك وبعد ما عوم، وبعد ما عوم. هذا وين راح؟ أنا حاير أسوي له مكان وتاليها يطلع مقدي ما يرتاح إذا ما يمد إيده. حلو، ألقوا القبض على وديع. ومن وياه؟ من وياه؟ شلش. وشنو الحلال بيها؟ توظيفهم هذا صعب السالفة كلش. المهم صار لهم مكان نعرفه. بس هذا مركز شرطة فوزي، وهذا المركز بعد شغلة ناظم ويا شلش راح يخلي الشرطة منتبهين. يخو ما راح يعمرون بالسجن. احنا اللي يهمنا شلش مو وديع، وقضية الخاتون ويا وديع عسى ما ياخذ له مؤبد. احنا شو يهمنا؟ اقلكم وهذا الفتن عليكم وجيه، وهذا هم لازم نخلص منه. تخلص منه لوحدك، انا لا تحطني بقضيته، انا اريد انشلش وغير هاي مشكلتكم. يابا ابو الوليد هي مشكلة مربوطة بمشكلة. حتى يوم ناظم جير وجيه سمات كلها هاي انا مالي شغل بيها. ماشي زين، هسه اللي تريده بالتوقيف يطلع وذاك الوقت استافي بيه. شوكة عبد الحميد محامي السيدة بهيجة حافظ. اهلا وسهلا. اهلا بك. نادر شوكة عبد الحميد محامي السيد وديع جودة والسيد شلش شنيشل. معقولة؟ الاب والابن خصمين في قضية واحدة؟ خصمين بكل شيء مو بس بالمحاماة. اهلا شوكة بيك. اهلا رشيد بيك. شوكة بيك مدير عام ديوان وزارة الخارجية سابقا وصديق قديم للعائلة. اهلا وسهلا. اهلا استاذ شوكت. اهلا بيك. طبعا استاذ نادر احنا متعارفين سابقا. اهلا وسهلا. اكيد من ورا شلش بيك. بابا ارجوك، هذا حق من حقوق المهنية بالدفاع عن اي انسان. على كيفك على كيفك، انا ايش قلت؟ هاي شنو صدق كذب يا معودين؟ هسه هي وقتها. على العموم تفضلوا استريحوا استريحوا، تفضلوا استريحوا. يا اهلا وسهلا. سرمد شلون تتصل بشيك اجاج وتقول له انا توقيف وديع وهذا الشلش؟ وشنو المشكلة؟ المشكلة راح تهرجني ويا شوكت. وشنو هالحياة عيني؟ شلش يهمني وانا لازم اساعده. وانت تتصور شيك اجاج راح يقدر يساعده؟ سرمد احنا مو بالدسم. ان قدر او لا المهم. وين صرت يا ابراهيم؟ ابوي ايش بيك؟ هوي؟ لا ما بشي ما بشي. شو ضايج؟ لا يا ابوي لا ضايج ولا شيء، بس عندي شغل ويا ابراهيم وتعطل علي. هل جاي. ما تقول لي وين صرتوا؟ ودعتك عمي بس مسافة الطريق. يلا مشينا يلا. اخوي شلونك؟ زين. شلونك فيصل؟ زين، انت شلونك؟ انا هم زين. فتنة اخوي ايش بيه؟ والكم كان ظل هيك ما نعرف شيء عنهم. ما تقولي ليش يسوي؟
ما والله حد ما نشدناه على عنوان بيت ابو سهيل وما حد يعرفه. مثل ما قال المحفوظ كلها صوصنا زلمه يخطب ويتزوج خالتنا وما نعرف عنوان هالوين. لا والله كله من خار الغيوي. بس كم وروحي لأمية ترى ذبر على روحي انا كذاب وطبعا بس كم قلت بس كم. ها ابوي لا تخافين بوي لا تخافين، خير ان شاء الله ان شاء الله خير. احكي لي سووا لهم. موقوفين بمركز شرطة كرادة مريم. عزل عزاني. امني لقيت المحامي نادر هناك، ما ادري من اللي قايل له. زين وش قال لك؟ هم شرطة خلوني احكي وياه. كان شلون راح نعرف؟ صبر بويا صبر، هذا نادر خوش محامي وخوش ولد ويحب البيك، واظن المحفوظ هم وصل له خبر وما ظن يظل ساكت. انت كل شيء ما تفتهم. ارجوك تعاملني كمحامي مو ابن. انت محامي ما تفتهم. بس هذا مو اسلوب نقاش. قالي شلون؟ انتوا جايين تدافعون ولا تدعكون؟ اساتذه رجاء مع احترامي للعلاقه العائليه اللي تربطكم، بس لا تنسون انتم الان داخل مركز شرطه، فالرجاء النقاش يكون هادئ ومهني. حضرة الضابط، السيدة بهيجة تعرضت للضرب المبرح اللي قد يؤدي إلى الموت لا سمح الله، وحضرتكم اجيت للبيت واخذت اقوالها كاملة وعاينت آثار الضرب، واني بموجب الوكالة الممنوحة من قبلها إلي أطلب تحويل الأوراق التحقيقية إلى قاضي التحقيق. حضرة الضابط أرجو تأجيل تحويل الأوراق التحقيقية إلى أن ألتقي بموكلي، وأعتقد هذا من حقي. ابني نادر انت شنو اللي يجبرك تدافع عنه؟ أستاذ رشيد سؤالك غريب. شنو نوع الغرابة اللي بيه؟ أنا محامي وعندي مكتب ومن حق أي إنسان يطلق باب مكتبي وأدافع عنه. تكذب، لأن أنت سمعت بخبر توقيف وديع بيك من عندي بالبيت. إيش وقت كلفك أن تدافع عنه وهو بالتوقيف؟ أستاذ شوكت أرجوك اترك البيت وخلينا بالقضية. تفضل. النوبة يقول لي أستاذ شوكت ولا عبالك أني أبو. شلونك ابني؟ الحمد لله سيدي. وين لازم الساعة الشمس؟ جا هو ابوك ياهو ما يساعده ويوقف له، حتى الغريب. جدو هواي يحب الناس والناس كلها تحبه، عبالنا زلمه نشمي ويريد الخير للكل. فتنة ها اخويا خلقي مسوي لي السحر. هذا ياهو اللي قال لك؟ شلال. الله يطيح حظك يا شلال. ابني ما يصير تلزم قضية أبوك لازمها. بابا صدقني ما متعمد، وانت كل زين تعرف علاقتي بشيخ حجاج والمقربين منه وشلش واحد منهم، وهاي مو اول مره ادافع عنه وبنفس المركز هذا. استاذ شوكت والله ما استحيت. بابا انت كنت واحد من اساتذتي اللي اخذت من عندهم انضباطيات المهنه، وانت ابويا واستاذي. بعدين احنا ليش نخسر بعض؟ والكبار راح يحلوها جوه. طول عمري انا وياه ضد اختي، ويا ما ساندته وواقف بوجهها، بس مال يمد ايده عليها مستحيل اغفر له. يا عمي الزلمه لو تعصب دورات ينسى روحه ويمد ايده على مرته. بس هي هسه مو مرته. ادري بيه مطلقها، لكن عدتها ما قضت ومن يقول ما يردها. مستحيل ترجع له. كان هي بكيفك يا عمي. بكيفي؟ ها شيخ حجاج اشو انت من اجيت لحد الان استلمتني لين نسيبك جا وياك؟ لا تنسى تراني كنت مديرك. على راسي سيدي، وصدقني انا جاي بصفه عائليه مو رسميه، والدليل ما قعدت ورا المكتب. ما تقول له نسيبك، تقول وديع اخوه جاي يدافع عنه. عمي وديع اكثر من اخوي يا رشيد بيك، وانت ما تفرق عنه. والصدق تريد الصدق، انا مو بجاي على وديع، ابن خالي هم موقوف وياه. سيدي ارجوك تهدأ ونحاول نحل المساله بالتراضي، لان ما تستاهل توصل للمحاكم. وهذا شلون التراضي؟ يا عم نفصلكم وتردونا انا حاضر. يقعد ارتاحي، مو زين عليك. اسكت انت ماليك. هذا رشيد هواي تاخر، يجي خاتون لا يضل بالك. انت شلون ما يضل بالي وانا قلبي راح ينفجر. انا ما ارتاح اذا ما اشوف هذا النذل نايم بالسجن. وليش ما رضى يجي؟
يعمل يقول انا خجلان منكم. شا غير نريده يقعد ويانا نشوره بالسالفه اللي ببالنا. سيدي خلي السيد نادر يدخل له للموقف ويتفاهم وياه. ايه معقوله؟ معقول تيش من هو يقول يقدر يقنعه؟ ها شيخ حجاج لازم مقتنع بيه. لا ابويا لا، لكن وديع اخوي واعرفه، لو عاند كل شيء ما يفيد وياه. لا اطمئن، اني اقدر اقنعه. نادر وقول له ترى ما عندنا غير هذا الحل، القضيه صعبه والاصعب منها وجوده هنا بالسجن. ان شاء الله بسيطه، عن اذنكم. خذ راحتك يا ابويا. وانت خايف؟ ليش ابويا متولي الشرطه دقائق؟ يعمل يريدون ياخذون عمي وديع بيك، كاشين اسكت لهم؟ خايف كان تعارك ويا الشرطه؟ كان الشرطه شنو؟ هاي قدامي ويجيك، تفضل. تفضل سيدي. طبعا هذا الولد هواي مرمرني. يعمل انا زلمه لا تقول ولد. تفضل. اترك الشغله ونظل تنبيه. شلون ما اهم بيه؟ اصلا انا ما مطمئن من هذا، ما ادري شو اسمه، انه حتى اسمه يخوف، ما ينحفظ. كشخيل. كشخيل هذا مثل موس العلاقه، لو فضيت شغلتك منه اقطفه بالزباله. بس الموس هذا نوبات يجرح. اذا غفلت عنه وانا ما غافل عنه وانت بعد عرفته زين ما يحتاج اوصيك. شو توصيني؟ هو بس شكله كافي الواحد شافه شره. استاذ رؤوف اريد اقول لك بشغله، بس ارجوك لا تفهمني غلط. قول فوزي. استاذ رؤوف صدقني انا ما مضايق من جنابك، بس تعرف انا هسه شغلي كلش واقف وربعي دا يخابرون وانا دا اصرفهم على اساس يعني ما عندي مجال، وانت تعرف بدون هذا الميز اموري تدهور. ما عاد شو اللي يدهور امورك فوزي؟ دهاك هاك بس لا تصير طماع. انا طماع؟ وروح خالتي كلش انا ما احترم الفلوس، بس شو اسوي؟ جاعلها وسيله ليس الا. حلوه هاي مال ليس الا. ما تقول لي وين رحت، بس شوي اغفل عنك ما عاد وين تروح. حقك علي يا عمي. ظل بالي عليك، ما تقول وين تروح بهالليل. ضاج خلقي وقلت شوي اشتم هو. ضاج خلقك لو ضاج رزقك؟ لا وداعتك. لعد طلعتك بهالليل شنو معناها؟ شوف ذا اقول لك، اذا تقعد هنا بالخان لازم تسمع حكي، افتهمت لو لا؟ صار عمي. شنو؟ اتنازل عن الدعوة؟ مضطرين خاتون. رشيد ما تحكي، انت مو قلت راح تدمره؟ بهيجة اسمعي كلام شوكة بيك وتنازلي. انت صدق تحكي؟ ما عندنا غير حل. وشنو اللي يجبرنا؟ الخان. ويعني؟ نشترط عليه أن يتنازل عن حصته بالخان مقابل تنازلك عن الدعوة. وهو ايش جاب على الخان؟ بهيجة أبويا نطح حصة لأبو وديع بالخان وكان ضامها عليك. مستحيل أبويا يسويها. سواها بعد. معقولة؟ وش معنى ما انطى من حصتك بأملاكه؟ على كيفك، مو زين أنا وافقت تاخذين الخان؟ هسه مو وقت السوالف قديمة. وهو ايش دمرني غير السوالف القديمة شوكة بيك؟ وين الواد؟ ها ابوي بعد زيادة؟ كان منين يجيني النوم؟ ابوي قومي نامي، وداعتك كان قلبه بارد. ابوي انت دوم قلبك بارد. تعش تردين ابويا، ربك يليل ورحمته هي اللي تبرد قلوبنا، وش عندنا غير ندعي عده ويوقف لنا. ايش بيك شلش؟ يعمل عمي وديع بيك هذا مقهور على ليل. اي مو بقدي. يعمل انا ازود. يابا انت ازود. اذا مقهور على ليل وش عندك جاي مقابلني وقاعد هنا بالتوقيف؟ يعمل شو اسوي؟ هذا حظي. شلون؟ يعمل بي حظي، يعمل انا احبك وما اريد اخليك لوحدك. شنو؟ شنو بعد؟ بلاش. أنا رضيت بيك تتقدم الهيل والسببين. الأول أنت آدمي وخوش ولد. يعمل هذا الأول. والثاني هي الله يطيح حظها رايتك. شو يعمل هذا أحسن طيح على الحظ.
شيء. شو السالفة؟ ابو سهير شبيه؟ تخربط البارحه ودخلوا مستشفى، ما قدرت اجيبهم. يا ما يستاهل. اوف يا معليوي، ابو سهير راح مني بس الله التفت له. ما يستاهل ابو سهيل. يلا خير تعال بالشجر. يما بعد روحي يما خو ما هبطتم وطاح جدكم. ابوي يعود ريقي الاولاد. صار ابويا، هسه انت وين رايح؟ والله يا ابوي حاير. امشي بالاول بيت ابو نجيب يولى المركز. الله يعينك يا ابويا. يلا انا ماشي. الله وياك. هاي ابوي. ايش فيك يا ابوي؟ خير؟ خو ما تحس بشيء؟ أنا زين بدي أريد أسألك سؤال. قولي يا ابوي. صدق نسوي لي سحر؟ شن هي؟ شفتي سوالف عمتك؟ شذخن فيهن جفوف النخل بالصيف، بس وقت المطر ما تكض قطرة، ما تكض قطرة، وتتعب لا تشم رشماح والريح، وتتعب لا تشم رشماح والريش، صدقني الطيور تطير فطرة، يلح الطبر مني يبوس الاشجار، بس السيف مني يبوس مرة. يا ابويا ولك انت تظل هيك قبي، تظل هيك شرط غير محنك، ولك صار لسنين ومنين اعلم بك انت وذاك اخوك ابو كشره، ولم يطلع منكم واحد علي، اعلمكم على عجهيات واسرار السلك وما طلعتوا علي، لماذا لم يطلع واحد منكم علي؟ عليش هيك يصخمون وجهي وانا اخدم عريف من وجه الكرة الارضيه وجنوب غماس. عريف الوالد اقول لك شيء بس ما تزعل علي. لا ما ازعل، قول. وروح ابوك ما تزعل. وروح ابوي ما ازعل بس قول. وروح جدك ما تزعل. ولك وروح جدك الما اكل البطيطه السلق ما ازعل. عريف الوالد احنا ايش ما صرنا ما نوصل لك. خابي جاب الثرى على الثريا، ولك ابويا انا هيك وانتم هيك هسه انا شنو هيك وانتم هيك زين مو هيك خوش، ولك عاد تطلعوا ربعي نصي 6 دراهمي. عريف الوالد جنابك الكسيف. شلون ولك؟ عريف الوالد لا 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 هاي اللي قلتها قبلها. ايش قلت؟ جنابك الكسيف. الله يطيح حظك ويغسل الغسل، ولك انا ابوك جناب الكسيف اكون سخونه ما لحسونه. عريف الوالد تا انت يا اكسف منك بالسلف كله. ولك انت تسودنت؟ عريف الوالد تا شو كلها تحكي جنابك الكسيف ما جنابك الكسيف. ايه وجيت انت هيك المذربن وطيتني اياها بالقصه شاك. عريف الوالد غير امدحك. الله يطيح حظك على هيك مدح. يلا وين تعال كل معلم ربحان علم الزلم خسران. اقول لك هذا شو اللي جاب هالزلمه؟ ولك هذا شرطي وزلمه. جا هو الشرطي مو زلمه، انت شو تحكي؟ صدق كذب. اقول لك هذا شنو بيدك؟ هذا بريد المديريه. يعني مكاتيب هيك وام وديت لي مكتوب محرجه. ولك بريد معناتها كتب رسميه. كتب رسميه معناتها جاي ترفيع ان شاء الله، يو عريف يو نايب عريف. هسه دشدك خيط اول راسا نقوم ازيد. انا ما اريد اصير شرطي اول. ليش؟ حتى لا اصير اخو مزعل. مو صوتك هيك ربو اصير نغيب. ادخل.
هذا ما تشدك. سيدي المعتمد جاب البريد. شنو؟ معتمد المديرية. بابا معتمد شنو؟ ها شنو؟ خير سيدي. شلتاغ شماله؟ طلع على التقاعد. وروح مزعل يقتل روحك. أنا اللي عبيه هيك ما طلعت خطبة هاي. كل ما أتوجه على زلمة يمشي وياي للخطبة ما أدري شو يصير ويخربها. أظن أنا فقر، لو رازقية هي اللي فاقرتني. اخوي الغيو الله يساعدك. هلا اخوي، هلا عريف شلتاغ. ان شاء الله صلح موش؟ اخويا صلح، احنا شنو داخلين حرب يا ستار؟ لا يا ستار، احنا اخوه، وكما قال العريف الشاعر فرهود الله يرحمه. الله يرحمه. اخي وان كنت مو من امي وابي ولكننا عن بايتان في عنغود العنبي. عن بايتان؟ في عنغود العنبي. عن بايتان؟ اقول له في عنغود العنبي. اقول لك بوي، انا واخوي مدلول شنو هي؟ انت نوميتان تقطع الزراديمي. اقول لك اخوي الغوي، اشوف انك هيك مغضب وجهك مكنهر، ضيش خلقك خير خو ماكو شيء. راح يذكرني بعريف فرهود الله يرحمه. والله يا ابو شلشول يا اخوي والله انا مليت. عليش بويا انا عارف. تفضل، حتى وليدك يعرف. شلون ولك؟ صخونه ما لحصونه ولك انت تعرف وانا ابوك عرف شلتاغ ما عرف هسلت. بويا غير انت كنت ببغداد. حشايتك منطقيه. اقول لك وش عرفت؟ بويا عم الغاوي دور له على مرة وما حد رضت بي. ها ما شايف كتاب ترفيعي؟ لا اجا كتاب ابوك. ابوي يتربى؟ لا حاله حتى قاعد. ابوي ايش احتار؟ على كيف؟ يا مشحوت يا ابوي. على كيف؟ يا ابوي على كيفك، على كيفك، على كيفك. هذا شبيه؟ انا لا تروح على تقاعد ابوك. معقولة؟ كانوا درى ابوه شو يسوي؟ الحق لعم الغاوي. اخي ابوي يعرف شلتاغ. ده تركه يا اخوي السالفه بلعتها وسكتت وانا قصيت بيها وهل واقفه بزردومي ولك شلون تتطاول على كرامه وعنشهيه اخي وصديقي الغاوي الثجيل. ابويا كانش ما ادريني شفته يردم هنا وهنا، قلت له ما حد راضي بي. ولك المساكين راد لا احد يمشي وياه للخطبه. اخ يا ابويا، يو انا هنا بس غير بغداد والمديريه ماخذه كل وقتي، وروح ابوي يو انا هنا الا اسوي تعداد للسلف واخذ لك فوش خطابه. رحمة الله على والدي اخوي. اخ والدك شلون يبس ريقي؟ اريد انك سالم. يبس ريقي. اقول لك اخوي خل اطق لك كم بطله يسيفون. لا شنو هالزحمه؟ لا رحمه. انا اريد ان تكليت. لا اقول لك لا اقول لك لا تاكل شكليت ياثر على السنون، اكل حلقوم كل زين. لكن بويا انا احب الشكليت. لا تحب الشكليت يا خوش، اكل شكليت والنوبك اللي وراه حلقوم عمالين ياكل الحلقوم وينظف الفم. سلام عليكم. وعليكم السلام. ها وحيد. لا هيك عم الغوي، بلاك انا شني عندي سالفه وياك بس القاع محظوره. والغسل شنو لك محظوره؟ كان واوي. يلا ولك يلا وين عصاتك؟ تحت هنا يلا شنشول يلا مش علي شلتاغ شنو السالفه؟ ترى وحيد ما يقصد. لا يقصد ونص على اقل تقدير كان تذكر هوساتي بفتحه شده شلاق. اي والله انا اذكرها الف رحمه على روحك. كانت لا تبكي وانتم لا تبكون، انا اريد حجه واحد يبكيني لا تبكي. عرف شلتاغ هوساتك انا ما اذكرها شلون كانت هي. علك يا ابو هليل دار الشيلات عسى دارك زهيه وما تمر ويلا. وها يوصل وزاهد طقبه جفاف. طقبه جفاف. ابو هلال ها ابوي خير؟ ثوره؟ لا. تشيل الغلاب؟ لا. حرب جديده؟ لا. ايش رايد؟ اريد انبزر. شو تريد؟ بزر. خايف من جاك. منين نجيب البزر بويا؟ من حرب حزيران اللي فشلتونا بيها. هسه لو جايبين مكان الدبابات والطيارات جير وسماد احسن من هالفشله. عباته وين؟ انا هذا المتطفل
ابو الكاشي ايه كرامتي واقعد بدكانك. اخوي والخطبه الله كريم عود يلا ولك شجون يلا يلا. هاي ردتها زلمه ناوي يمشي وياي للخطبه، اجيت انت وسويت لك سالفه وياي. بلاك تسعوف الخطبه. اقول لك اسالك سؤال، شنو؟ انا بشر يولا؟ انت شو تقول؟ بروح اختك عشان تصدق. عمي بشر بس عالك هذا الى رباط. من كون انا بشر احد يرضاها عم عذيب مشغلني ببيته اطبخ واكنس وامسح انا نظف على المتر وانت يتخمون ببغداد بالسيلمات. اخي شفات ولا يهونون اخوة الفلح والمزارعين والعاطلين عن العمل واصحاب العوائل المتضررة. شني احنا خسرنا الحرب السبب وحيد فريد وهو عدم وجود غايد محنك لديه الحدس الامني والعنجهي والتقدم والاشتراكي. عريف هتلر هو عريف مثلي، لكن ابوي اقدم مني. احنا تطوعنا يا ابويا بسنه واحده بس شنو هو كان اكبر مني. وعلى ما اعتقد يا شفات وارجو ان لا تخون الذاكره هو تنين عريف فرهود. فشنو؟ السلام عليكم. عليكم السلام وهلا ابو هلال هلا. شنو اليوم العريف عنده محاضره؟ نعم كنت احكي لهم على حرب حزيران. اي وروح ابوي لو الزعيم موجود لا ابدا كان ما خسرناها. الله ابو الخير ابو هلال. الله ابو الخير ابو الخير. يلا ابوي جيب الشاي لعمك جيب الشاي لعمك. عافيه عليك عافيه. ايه كمل عريف شلتاك. فعريف هتلر ابوي عن يا حرب كنت تحكي. بلاكت على الاقل قول انا غريب ويتيم ووحيد. شوف اقول لك موش بس انت غريب ويتيم ووحيد، انا هم. اي بلاكت انت ما غسلت هدوم رجل امك. افا ولو امي ما تزوجت بس ابوي. اقول لك عم الغاوي انا اشتغلت ببيت عذيب كان فصلي اطبخ وامسح واكنس ومن يضيج خلقه يطيح لي دق بالعقاب احد يرضاها. وانت شنو جابرك تقعد وياه؟ اليتم. ياهو اليتم. منين هذا؟ انتم لا تشوفونا نضحك وياكم وانت مزهد. بلاكت وروح جدش لاقي انا وروح امي سميت هذيك ما تهنيت بعنيت. انا كل ليله تمر علي اموت انا الف موته وانحب بسكت. بس اقول لك بطرت قلبي. يقول لك ليش تموت وما يتيتم ولو مات ابوي لقاله الفعم. بس انا عمي مراويني الهم تحرق سلفي يا نار قلبي. دريتوا؟ ابوي خير يا ستار. ابوي شماله؟ ابوي انعدم. ها شلون؟ ابوي انتلف. شنو هي؟ ابوي مات. اقول لك شو هذا ابو ميت ويضحك. لا موش يضحك. يقول لك بلاكة الطير يرغص من شدة الألم. اقول لك وحيد شاياه كان قاعد يمي بالدكان. انا غلام فندي يصير جني؟ وانني بهذه المناسبة الأليمة والحزينة على غلوب شعوب الدسيام المهضوم
بريزيدنت ورئيس جمهورية ورئيس وزراء يفشلنا ويورط روحه بشغلة ما يقدر عليها ويفشلنا أمام شعوب العالم الوغوغية. كما أنني من هذه القهوة المباركة بقيادة أخي وصديقي شفات أقول لقد جاوز الظالمون المدى. وكم هذا يا جاي لاجي ابوي هذا حس مدلول اخوي. شالوا لك؟ اظن الثوره صارت. اظن ابو بلال سامع شيء انت؟ اقول لك شيل هاي يا ابويا. يا ابويا اجا اقول لك شمالك صارت الثوره. ثارت والشتيل كلش عزيز. يا هل ما تقول لك انت انا ابويا الحق طلعوك تقاعد. اخوك ابويا ابويا انا مش شاشونه ومدلوله وذجيل وعجين وقعد متكم صغيره عشينه ابويا فعريف هتلر انا اقدم منه. ها بشروا شن بشر؟ زلنا كلش تعبان حتى ما يحكي. دبست يا عمه دبست ما ود روحي. شو تعال فوت ارتاحي سود علي. شو بدنا هسه ما تقولي لي. تعالي يا عمه اقعدي وداع تتخيموا عليه وتوسلت بيهم. الظل وياه ما رضى وجبناه وجينا. غلا بيها خير ان شاء الله ما مشي. خيم عليهم ابو زهير مو ذاك ابو زهير. خير الله موجود وما ينسى عبده. يا رب بجاه كل من عنده جاه توقف له وتعيني على فراق وحيدي. شاب داير وين؟ غير مش الشغله؟ اظن اليوم يقطعون راتبي. اخ بدير حتى بهاي محظوظ. شلونك محفوظ؟ هلا ابوي بدير. ما تقول لي شنو سالفة ابو سهيل؟ محفوظ اظن الزلمه خلصان. يا رب سترك. كان مدي على اولاد ابنه يريد يشوفهم على شنو الا تندم على ثوابهم. عافية زلمه سنين وما عذرت ابنه. يقولون خوش ادمي. والله هو زلمه محترم وصاحب واجب الا بهاي السالفه ما ادري ايش ماله. هسه ما تقول لي شنو الاخبار؟ والله شيخ حجاج انا اتصلت بوالدي ويقول اذا يتنازل وديع بيك عن حصته بالخان تتنازل الخاتون عن الدعوه. هذا شلون احكي؟ احنا ردناها تتنازل عن الحاضر والغايب، مو زين الزلمه من طلقها. يا عم حجاج الحاضر والغايب شرعا من حقها. اي والله ابوي صدق. لكن هالمره نستنا كل شيء واظن الزلمه مستعد يتنازل لها عن كل شيء بس يخلص. انا لو منه فلا اتنازل. بدر ليش ما تجي تقعد بمكاني؟ ابني أنا ما أريد أخالف القانون ولا أريدك أنت بالذات تخالفه، وأنت بهالعمر وبهالرتبة، وإياك أن تخالف ضميرك قبل كل شيء. شو أنت التهيت بقضية الكاتون ونسيت قضيتنا؟ يا قضية شنو نسيت؟ شنو سلينا؟ ما تشوفين هسه وقت نفط. نفط شنو؟ ها؟ الحقوا انشلش ووديع بيك وغفاهم. شنو هي؟ هاي الخاتون كلش بتنحمل. جاب علي بهيجة ومهيجة اللي ما تخانة وهالعنت الوادم كلها. ليش بس أنا الأخسر؟ صدقيني هو الخسران وراح يتحمل نتائج اللي سواه. بس هذا وديع يعني مو وجه نعمة. أقول لكم ديروا بالكم من هذا والي ترى ما مرتاح لكم. شنو؟ أقول له الزلمة مبطوط كبده من عندك وانت الآخر يقول ما مرتاح لك. منين يتنفس؟ ها بس خشمه شويه كبر يا خشمك يا ابويا. يا ابويا انا من رصدكم وانا وياك. شكرا. اي والله يا اخوي. ايوه انت من هي؟ شن هي؟ وحيد طلعت قصتي جا وصلت الجفات المن توصل بعد. يا سلوك يا ابويا وصار مدني. بغدادي؟ لا معناته بعد ما يلبس الغيافه. جاي يلبسها؟ ما حد يلبسها.
والرتب مال ابوي خيوط انوزع ذوابات الوحده. هذا يا من قال لك؟ بلاك تقمع جهال ما مخلفهم من كون انا. شاياهو اظن ممت عيني قايلت له قبل ما تموت. بلاك انت مو حكيتي له؟ ولك تغشمر وياه. هي امك الله يرحمها تصدق بكل شيء. خايب انا والسحر شني. يلا اخويا يلا مشينا يا ابويا يا ابو راسي عقاده يا ابوي. يلا اخويا مشينا. غير انا الاخدم يا ابويا. اي غسل. خايبه كن الجويه لا تهابين ولا تخافي. لساني احلى منها. اسمعي والله من زي الراس هسه انت احلى من جويه. شاشلهي كان هسه وين نلقاه؟ شوف تلقاه قاعد قوى نقله بالسلق. كان تقيت تقول عروق ابوك يا ابوقه. شنو هي؟ معناتها يا ابويا يا ابوقه. يلا امقينا مشينا.